السيدة الغنية عادة نفسها صغيرة جدا، دلوقتي بقت تاكل طبق ورا التاني من غير ما تهتم بشكلها، وبتاكل بشراهة. فضلت تزود رز لنفسها، فلفت نظر كل اللي قاعدين. الناس اتصدمت من تصرفها، دي أول مرة يشوفوها بتاكل بالطريقة دي. ولما شافوها مضايقة من الشطة، حماتها سقتها مية باهتمام. اتضح إن الصبح أنا كانت حاسة بتوتر وعايزة تشرب فنجان قهوة تهدي بيه أعصابها. أول ما دخلت الكافيه حست براحة، قعدت ونادت الويتر علشان تطلب، بس ده ريف مش سيول، أنا لازم تروح للكاشير وتطلب. طلعت الكارد الأسود، لكن المفاجأة إنه ما فيهوش فلوس. الست اتصدمت وبرضه كانت عايزة تشرب الأول وتدفع بعدين. في اللحظة دي قابلت حماتها، أنا اتحرجت جدا. الست كانت داخلة تشتري قهوة ودفعت حساب أنا كمان. بعدها سحبتها على البستان علشان تشتغل وتسد تمن القهوة. بس أنا عمرها ما اشتغلت شغل مزرعة. لحسن الحظ إن الشغل كله كان لف كمثرى متصدرة لأمريكا، والست اللي جنبها قالت لها إنها مش هتعلمها. أخيرا جه ميعاد الانصراف، ولما جه وقت القبض بعد ما خدت منها تمن القهوة فضل لها المبلغ القليل ده. بس بعد يوم كامل شغل، مش بس بقت تاكل أكتر، دي اللي كانت دايما بتعاني من الأرق. أول ما بتحط راسها بتنام فورا، ما بقتش محتاجة منوم. جوزها كمان استغرب إن أنا بقت تنام بالسهولة دي. وفي نفس الوقت ابن أنا جاك مش ماشي كويس هو كمان. بعد ما صاحبه لفق له تهمة اتوقف عن الدراسة، والصاحب نقل له لمكتب مهجور، وبقوا مقطوعين عن بعض تماما.